يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا عودوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في يوم من الأيام كان في ولد ذكي اسمه يوسف، بيحب الاختراعات والخيال والتكنولوجيا. وفي معرض المدرسة قدم اختراعه الجديد، آلة الأفكار. كان فخور بيها جداً لأنها بتديه اقتراحات لكل حاجة. لو محتار يختار لعبة، الآلة تقول له، لو مش عارف يعمل إيه، الآلة تقرر له. وفي الأول كل حاجة كانت ماشية تمام، بس بعد شوية يوسف بدأ يلاحظ حاجة غريبة. الآلة قالت له ما يساعدش واحد زميله في الفصل عشان مش هينفعك، وقالت له ما يضحكش على نكتة عشان شكلها مش مضحكة كفاية، وقالت له ما يتكلمش مع واحدة من صحابه عشان مختلفة عنه شوية. يوسف بدأ يحس إنه مش هو، حاسس إنه بيمشي ورا الآلة مش ورا قلبه وعقله. وفي لحظة وقف قدام الآلة وقال: أنا بحب أفكارك، بس مش هخليكي تقرري عني كل حاجة. مفيش مشكلة إن الذكاء الاصطناعي يساعدنا، بس لازم دايما نحكم عقلنا ونفكر، مش نمشي ورا أي حاجة وخلاص. والمفاجأة، الآلة ردت بصوت لطيف: هذا أفضل قرار فكرت فيه بنفسك، أحسنت يا يوسف. ضحك يوسف وبدأ يستخدم الآلة بعد كده بطريقة جديدة، مش علشان تقوله يعمل إيه، لكن علشان تساعده يفكر أكتر. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.